إذا ويلتحق بنا مباشرة وعبر الهاتف مراسل تلفزيون النهار ببشار مهدي بوشتة. صباحك سعيد مهدي. هل هناك معلومات أولية حول التحقيقات بخصوص قضية مقتل الطفل ياسين؟ نعم، صباح الخير زميلتي منى. في آخر المستجدات ومباشرة بعد إعطاء وكيل الجمهورية للتعليمات الضبطية القضائية، تبين اليوم أنه تم اعتقال امرأة مشتبه فيها هي وثلاث من بناتها. على حسب المستجدات، المعتقلون هم أحد أقارب عائلة الضحية. كمعلومات أولية مهدي. نعم، ما زال التحقيق جاري في هذه القضية، وبدأت على حسب أقوال بعض السكان أن بعض خيوط الجريمة بدأت تتوضح. نعم، إذا شكرا لك مهدي بوشتة مراسل تلفزيون النهار ببشار على هذه المعلومات الأولية حول التحقيق بخصوص قضية مقتل الطفل ياسين ذو ال6 سنوات.